صباح الخير. النهارده هنعمل مع بعض حاجه جامده جدا، وهي كوسه بالبشاميل باللحمه المفرومه. حاجه كده عظمه جدا. صينيه بيسموها صينيه العزايم، طبعا بتبقى حاجه جميله جدا في العزومات، وكمان هي وجبه حلوه قوي قوي، وانا عن نفسي بحبها جدا وعملتها النهارده بطريقه مظبوطه جدا وطلعت معايا طعمها خطير. فيلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هنجيبها الصينيه، وبعد كده هنبدا بمعلقه سمنه ننزل بيها في الصينية، وبعد كده نسيبها تسخن. وطبعا هنكون مجهزين الكوسة بتاعتنا ومقطعينها وغسلينها كويس جدا جدا. ولو دي اول مرة تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. وطبعا ما ننساش معلقة الثوم الصغيرة. دلوقتي هنبدأ ان احنا ننزل بالكوسة، وطبعا عايزينها تبقى متصفية من المية كويس جدا، فهنكون حاطينها في مصفى. وهننزل بقى بشوية فلفل كده وشوية ملح، حوالي يعني نص معلقة ونص معلقة، ونص معلقة من البابريكا. ونبدأ بقى ان احنا نقلب في الكوسة كويس جدا لغاية ما تتشوح معانا كده، وتبدأ انها تطرى معانا شوية. وكمان عايزة أأكد عليكم ان ما يبقاش فيها مية خالص، يعني لغاية ما الكوسة تنزل المية اللي فيها خالص تنشف، هي كده هتبقى جاهزة معانا. لو اولادك مش بيحبوا الكوسة، او في ناس برضو كبار مش بيحبوا الكوسة، الطريقة دي هتخليهم بجد يحبوا الكوسة جدا. وانا عن نفسي حبيت الكوسة بسبب الطريقة دي. زي ما انتم شايفين دلوقتي كده الكوسة خلاص نزلت المية بتاعتها كلها ونشفت، وهي كده جاهزة معانا وبدأت انها تطرى. بس فكده الكوسة جاهزة معانا خلاص. احنا هنشيلوها بقى من الصينية ونحطها في حاجة تانية. ودلوقتي هنعمل العصاج بتاع اللحمة المفرومة. هنحط معلقة سمنة، وبعد كده نبدأ ان احنا ننزل بنص كيلو لحمة مفرومة. ممكن ما نستخدمهوش كله، هو على حسب الكمية بتاعت الكوسة هنستخدم من العصاج. ودلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نقلب اللحمة بتاعتنا لغاية ما يبدأ لونها يتغير. ونبدأ دلوقتي ننزل ببصلتين مفرومين ونقلبهم كويس مع اللحمة. طبعا ما ننساش البهارات بتاعتنا، نص معلقة ملح ونص معلقة بابريكا ونص معلقة من الفلفل الأسمر. ونقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها كويس جدا. طبعا ما ننساش معلقة صغيرة من الثوم. ونكون مجهزين معانا كده شوية فلفل ألوان، فلفل أخضر فلفل أصفر فلفل أحمر متقطعين كده قطع صغيرة. نبدأ إن احنا ننزل بيهم على العصاج بتاعنا ونقلبوه كويس جدا. وهنحتاج طماطمايه برضو متقطعة قطع صغيرة، ونبدأ ننزل بيها على العصاج بتاعنا. وبكده نكون احنا كده خلصنا خلاص مكونات العصاج. دلوقتي بقى هنقلبوه تقليبة كويسة جدا، وبعد كده نسيبوه ونغطوه يستوي بقى مع نفسه كده. وبعد كده هنبدأ ان احنا نعمل الخطوة اللي بعد كده. ودلوقتي بقى نيجي للخطوة المهمة، وهي البشاميل. بنحتاج كوباية ونص من اللبن وكوباية ونص من المية، وبنحطهم على بعض ونبدأ ان احنا ننزل بيهم
في الحله. وبعد كده هنحتاج ان احنا نحط معلقه لبن بودر، ودي حاجه مهمه جدا. وهنحط كمان 3 معالق من الدقيق. ونقلب بقى المكونات دي كده كويس جدا مع بعضها، وطبعا ما ننساش الملح والفلفل. ودلوقتي بقى نيجي للتركية اللي بتخلي البشاميل بتاعنا في حتة تانية، وهي معلقة من القشطة. هنفضل ان احنا نكون نقلب فيه لغاية بقى ما يبدأ ان هو يجلي معانا. في حاجة ما ظهرتش في الفيديو واحنا بنحطها، وهي مكعب زبدة صغير خالص، نحطه برضو ونقلبوه كده مع المكونات. دلوقتي كده العصاج بتاعنا خلص خلاص وبقى جاهز، وكل حاجة جاهزة، والكوسة كمان جاهزة معانا. فدلوقتي بقى هنحط العصاج على الكوسة ونديهم بقى كده تقليبة. طبعا عايزة اقول لكم ان الوجبة دي مفيدة جدا، لان فعلا فيها خضار وفيها حاجات مفيدة جدا، ومعظم الناس تقريبا بتحبها. واللي ما جربهاش قبل كده او ما اكلهاش قبل كده يجربها، لان هي فعلا حاجة حلوة جدا، ومن الاخر كده عظمة. وانا عشان بحب اي حاجه بالبشاميل، فانا عشان كده حبيتها. والمره اللي جايه ان شاء الله هجرب لكم المسقعه بالبشاميل، لان برضو كان طعمها حلو قوي، بس انا ما صورتهاش، قلت اجربها الاول وادوقها. طلعت طعمها حلو جدا. فان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون عن المسقعه بالبشاميل. نيجي بقى لرص الصينيه بتاعتنا. هنجيب قالب بايركس او صينيه او اي حاجه، ونبدا ان احنا نحط في الارضيه كده مغرفه من البشاميل. دلوقتي بقى هننزل بخليط الكوسه مع العصاج، وطبعا لازم نسويه كويس جدا. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط بقية البشاميل على الوش. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا ننزل بالبشاميل بتاعنا يعني كل الكمية بقى، حطوا كل الكمية، وطبعا لغاية ما الصينية هتاخد معاكم. ونبدأ دلوقتي برضو ان احنا نساوي البشاميل في كل الصينية كده زي ما انتم شايفين. ودلوقتي بقى هنحتاج شوية جبنة تركي مبشورين، ونحطهم بقى على الوش، برضو بيدوا شكل حلو جدا، وبيخلوا الوش يتحمر وبيبقى شكله جميل. وهنحطها بقى دلوقتي الصينية دي في الفرن على اعلى درجة حرارة. وبكده تطلع معانا اجمد صينية كوسة بالبشاميل. بجد طعمها كان جميل جدا، ومش هتندموا انكم جربتوا الوصفة دي. واللي ما جربهاش قبل كده يجربها وهيدوقها وهتعجبه جدا جدا. في ناس كتير قوي في العيلة ما كانتش بتحبها، ولما دقتها عجبتها جدا. آه بس كده، ودي كانت وصفة النهاردة، مش تاخد في ايديك وقت خالص، وجربوها. حاجة كده سريعة في الصيف. وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. اشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله. باي باي.